مهم جدا برضو زي فيتامين أ لبناء الجلد والتجديد الجلد وتجديد الميوكس ممبرين، الاغشاء المخاطيه. الجلد بتاعنا ده يا دكاتره بيتجدد باستمرار. مين بيساعد في تجديده؟ فيتامين بي 2. وكذلك فيتامين أ بيساعد في تجديد خلايا الجلد. وكذلك الميوكس ممبرين، الاغشاء المخاطيه دي اي فتحه في جسمك، تمام، عين، مناخير، فم، ودن، اي فتحه في الجسم يا دكاتره بتبقى متغلفه جوه بحاجه اسمها الاغشاء المخاطيه، الميوكس ممبرين. برضو ده بيتجدد باستمرار. الغشاء المخاطي ده دوره برضو حمايه للفتحات اللي في جسمك، ده بيتجدد باستمرار. مين اللي بيجدده؟ فيتامين بي 2 وفيتامين أ برضه. لذلك لو نقص فيتامين بي 2 الجلد يتاثر، تلاقي الجلد بقى يبدا يقشر ويحمر ويلتهب ويحصل مشاكل في الجلد. تمام. وتلاقي بقى اشهر مكان بيظهر فيه مشاكل فيتامين بي 2 اللي هو ايه؟ الشفايف. تلاقي الشفايف بقى مشققه. فيتامين بي 2 لو قل تلاقي الشفايف تشقق، تنشف وتشقق. مفيش بقى تجديد للخلايا بتاع الجلد الشفايف. وزوايا الفم تلاقيها مشقوقه، تلاقي زاويه الفم كده مشقوقه. اللسان نفسه تلاقيه بقى مشقوق مشقق، بقى مخروطي عامل زي الخريطه وملتهب ومحمر. يقول لك الماجنتا تانج او الجيوغرافيكال تانج، اللسان المخروطي او اللسان الملتهب المحمر، ماجنتا تانج. مش تلاقي فيه التهابات في الفم، تلاقي فيه ايه؟ في احتقان في الفم، الفم ملتهب، مش قادر تبلع ميه، مش قادر تاكل. تمام. نقص فيتامين بي 2 بيعمل كده، ده مشهور قوي. علامته بالذات بتظهر في الايه؟ في الفم. تلاقي الشفايف مشققه وزوايا الفم مشقوقه واللسان مشقق.